السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. وضمن وصفات العيد او عيد الاضحى غادي نشارك معكم التقليه بطريقه اخرى بعد ما شاركت معكم التقليه بطريقتي المعتمده. هاد الطريقه ان شاء الله حتى هي غتعجبكم. دوزوا معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. الأكيد نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وغنشارك معكم حتى الفلفله مشرمله. كناخد هنا التقليه على حسب نتوما واش كيعجبكم تكرطوها ولا لا. انا هذا العام كرطتها بالماء طايب او بالماء سخون. يعني المهم هذه التقليه كتجي زيرو زفره، ما كاينش فيها الزفره مره. كناخد الريه او البوف كنسلقوه هو الاول بوحدو، والمصارين حتى هما من بعد ما كنغسلهم ونضفهم مزيان بالخل والماء والحامض كنغسلهم بوحدهم. عاد كنضيف عليهم التقليه اللي كتكون باقه. كتستعملوا الاجزاء اللي حبيتو. هنايا التقليه ديال العيد فيها كل شيء. ومن بعد كنعملها فوق النار، ما كنعملها لا ما لا والو. هاد الماء اللي كتشوفوه هي اللي كتطلق واحد الكميه مهمه ديال الماء، وكذلك ديك النسبه الدهون حتى هي كتهبط في الماء. كنصافيو هذيك الماء عليها وكنردوها مره اخرى على النار. اذا زادت طلقت لكم الماء فانا كتكرروا العمليه جوج مرات كتصفيوها. انا بما انه سلقت الريه او سلقت الريه بوحدها قبل ما نعاود نسلقها مع الكرشه ومع كل شيء، فعملت هذه العمليه مره واحده، رديتها فوق النار. بدات كتنشف، يعني ما زادتش طلقه الماء صافي. ومن بعد حيدتها فوق النار، زديت لها بصله كيف كتشوفوا هنا كبيره مشلضه غادي تذوب. ضفت لها كذلك واحد 4 سنينات صغار ديال الثومه محكوكين، من الافضل يكونوا مدقوقين. فانا شفت هذه الوصفه ما فيهاش الثومه، فيها غير البصله بوحدها، ولكن انا كتعجبني التقليه فيها الثومه فضروري ضفت ديك 4 سنينات. بالنسبه للتوابل عندي سكنجبير، الخرقوم، اليبزر الابيض واليبزر الاسود العادي. عندي راس معلقه ديال القزبر يابس اللي ما كاينش في الوصفه، الملح، الزعفران شعره، شويه د العطريه د اللحم او د المروزيه، وراس معلقه ديال القرفه. هنايا هاد الوصفه هذه ما كيجيش فيها القزبر وما كيجيش فيها الكيمون وما كيجيش فيها الحامض مصير. فانا ضفت القزبر حيت مفيد، هو ما كاينش في هذه الوصفه هذه صراحه. كاين غير القرفه واليبزر والخرقوم والسكينجبير وهذيك التوابل ديال اللحم، والاكيد الملح على حسب الذوق. هنا انا زديت من بعد ملحت، والاكيد واحد المعلقه ديال السمن متوسطه. انا هنا ضفت هاد راس معلقه ديال السمن حار في الاول، ومن بعد ملي غادي تكون كتقلى في الاخر فغادي نضيف راس معلقه، غادي نضيف معلقه صغيره عامره مزيان بومبي ديال السمن حلو. غنضيف واحد المعلقه كبيره خليط بين القزبر ومعدنوس، وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره عامره ديال التحميره حيت اللون ديال الخرقوم بوحديتو ما عجبنيش في التقليه. فهمتي، فانا كنت غادي نجرب يعني وصفه ديال اليوتيوب شفتها وعجبتني في الفيديو عند مولاتها اللي وجدتها، ولكن ملي جيت يعني هذا في المباشر تصوير مباشر بان لي ما عجبتنيش التقليه بالخرقوم بوحدو. وانا نضيف هاد المعلقه صغيره عمره مزيان ديال التحميره باش هكا كيجي ديك اللون برتقالي اورانج. فعلى حسب الرغبه، والا بغيتو ما تضيفوش التحميره فممكن ما تضيفوش التحميره. صافي كنخلط غير شويه هاد المكونات مع بعضهم، والاكيد نمرق بالماء طايب غليان، الماء يكون كيغلي سخون، وغادي نشد عليها. انا غنشد عليها هنا غير غادي تبدا تصفر، غادي نردها فوق الفخار وغادي نخليها المده كافيه اللي غطيب. هنا صافي هي طابت. هنا واخا كنصور معكم فوق البوطه، ولكن انا راه طيبتها فوق الفحم او فوق المجمر فوق الفخار. كنخليوها حتى كتقلى، ما كيبقاش فيها المريقه، لاصوص كتولي عاقده وثقيله. صراحه جات مزيونه، ما جاش فيها الزفره بتاتا حيت سلقت هذيك الطريقه ديال التنقيه ديال الكرشه. سلقت هذيك الكرشه، حيت لها هذيك الجلده اللي كتكون من فوق. ملي كتكون كطيب ما كتعطيش ريحه خايبه في الدار. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتضيفوا لها الحامض من الفوق او اللوز او اللي حبيتو. انا خليتها غير هكا صراحه، ما ضفت لها الزيتون، عملته يعني في الطبيص الجانبي. وهنا الفلفله مشرمله، طريقتي جدا بسيطه فيها كيحماقوا عليها وليداتي كنوجدها يعني دائما. كناخذوا فلفله الوان، انا ما كيبغيوليش الخضراء، عملت الخضراء والصفراء
والحمراء. الا بغيتو يعني تعملوا غير لون واحد ممكن، ولكن ملي كتخلطوهم كيجيو بنان، حتى النظره فيهم كتجي بنينه. كنشويهم في الفران وكنقشرهم. هنا خديت زيت زيتون، عملت فيه واحد السنينه واحده صغيره ديال الثوم محكوكه، خاصها غير تسخن ما تحرقش، رشيشه ديال الملح ورشيشه ديال الابزار الابيض. صافي هادو هما المكونات، ومعلقه ديال المعدنوس، ممكن قزبر ومعدنوس او لا غير القزبر او المعدنوس على حسب الرغبه. انا هنا عملت المعدنوس. وكنشحر هادشي في زويته بلديه. اهم حاجه ان الثومه ما تحرقش، غير كندوزوها واحد 2 دقائق، كنصوتوها في المقله وكنحيدوها بالصحه والراحه. كتجي حتى هي بنينه، بلا كمون بلا قزبر يابس بلا بزاف ديال العطريه، شويه ديال العطريه. وهذا هو الشكل ديال التقليه ديالي والفلفله كيفاش جات. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم. نتلاقاو في فيديو مقبل. السلام عليكم.